السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهارده جايبه لكم فيديو جديد وهي مشتريات الشهر. هوريكم الحاجات اللي اشتريتها وهقول لكم على الاسعار بتاعتها والعروض كمان. فما تنسونيش كده في اللايك الحلو للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى تنوروني وتشتركوا في القناه. اول حاجه اشتريتها هي الرز ده رز اسمه الفنان، كان عليه عرض الكيلو ب24 جنيه بدل 27 جنيه ونص، فانا جبت منه 4 كيلو. هو الرزايه بتاعته كويسه بس مش عريضه قوي. انا في الخزين بتاعي بجيب نوعين من الرز، رز بيكون عريض ورز بيكون ده. انا في العادي بعمل الرز بيكون بالشعريه، فمش بحتاج الرز العريض زي ما اكون مثلا بعمل رز بالخلطه او مثلا الرز بتاع المحشي، ده لازم يكون الرزايه بتاعته عريضه. اشتريت كيسين من الرز العريض بتاع الضحى، الكيلو كان عليه عرض ب35 بدل 41. لاحظت بقى حاجة وانا بشتري قلت اقولكوا عليها عشان تخلوا بالكم. انا لقيت ال5 كيلو من الرز ده عليه عرض ب179 ونص، يعني كده الكيلو هيبقى ب35 جنيه و90 قرش. يعني كده لو حد اشترى ال5 كيلو على بعض هيبقى واخد كده في الكيلو الواحد زيادة 90 قرش عن ما كان هيجيب الكيلو فرداني، مع ان المفروض ان العكس، ان كل ما زادت الكمية السعر بتاعها بيكون على اقل، يا اما بسعر الكيلو الفرداني في العرض يا اما بتكون باقل. لكن ده انا لقيته اغلى كمان. ولقيت كمان الموضوع ده في حاجة تاني كمان هوريها لكم دلوقتي. انا جبت المكرونة بتاعة المطبخ دي، جبت منها الكيس، كان عليه عرض الكيس 400 جرام، كان عليه عرض ب10 جنيه، فالعرض بتاعها كان حلو. لقيت منها الكيلو كان عليه عرض ب34 جنيه، فطبعا العرض بتاعها كده مش حلو خالص. يعني احنا برضو كده الاوفر لنا ان احنا نجيب الكيس 400 جرام، لاننا لو حسبناها هنلاقي ان لو جبنا كيلو في الاكياس اللي هو الكيس 400 جرام هيبقى الكيلو ب25 جنيه. ده بقى يخلينا ناخد بالنا بعد كده ان احنا لما نيجي نشتري نقارن الاسعار ونشوف سعر الكيس الصغير كام وسعر الكيس الكبير كام ونشوف ايه الاوفر لنا، مش مجرد ان احنا بناخد الحاجة عليها عرض وخلاص ونلاقي بدل ما احنا نبقى وفرنا لا جبنا الحاجة بسعر اعلى. اشتريت 4 اكياس من المكرونة الاقلام و4 اكياس من المكرونة الهلالية، وكان عندي شعرية ولسان عصفور من الشهر اللي فات فمرضتش ان انا اجيب منهم تاني، علشان في الصيف ما بحبش ان انا اكتر من المكرونة او الرز او البقوليات، بحب الحاجة بتكون على قد خزين الشهر. واشتريت كمان سمنة فرن، دي سمنة فرن طبيعي، العلبة 450 جرام، جبت الاتنين مع بعض كان عليهم عرض ب468، وكان في عرض على العلبة لوحدها ب260، فدي كده طبعا الاوفر، لان لو انا جبت العلبة لوحدها يبقى العلبتين كده ب520، فانا العرض بتاعها عجبني. انا اول مرة اجربها بس جربت منها الجولدن ميكس وكانت حلوة جدا. انا جبت العرض بتاع السمنة ده من جملة ماركت فتح الله، لكن بقيت الحاجات اللي شارياها دي كلها انا جايباها من هايبر وان، وانا كنت عامله لكم فيديو الخاص بالعروض بتاعه جمله ماركت فتح الله وكمان هايبر وان. هسيب لكم الروابط بتاعه الفيديوهات في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت علشان لو حابين تشوفوا العروض. واشتريت كمان الزبده بتاعه لورباك دي كان عليها عرض ال 400 جرام عليها 100 جرام هديه، الاتنين مع بعض ب 446، فالعرض بتاعها كان حلو. انا في العادي بستخدم الزبده بتاعه فرن او كريستال او جنه، التلاتة دول كويسين معايا، بس انا جبت دي علشان العرض بتاعها عجبني، وبعد كده هرجع تاني استخدم الزبده بتاعه فرن او جنه او كريستال، لان برضو مهما كانت دي برضو سعرها مش رخيص ان الواحد يستخدمها على طول. واشتريت كمان اللبن بتاع جهينة ده اللتر ونص، كان عليه عرض ب65 فجبت منه الازازتين دول. واشتريت كمان صلصة توب فاليو دي البرطمان، كان عليه عرض ب20 بدل 24 فجبت منه 2. وجبت كمان الكاتشب ده كاتشب من توب فاليو، ده ب58 كان عليه عرض بدل 69. اول مره اجربه بس هي منتجات توب فاليو حلوه، انا مجربه منها كذا حاجه قبل كده فهجربه واقول لكم هيطلع معايا كويس ولا لا. انا في العادي كنت بجيب كاتشب ادمي وكان حلو جدا، فقلت اجرب ده لان هو اصلا سعره كده هيبقى اوفر من ادمي، فلو جربته ولقيته كويس هجيب منه على طول. واشتريت المرقه دي من كنور 24 مكعب كانت ب31 ونص. وجبت كمان المرقة بتاعة الخضروات دي 12 مكعب كانت ب14 جنيه ونص. وجبت كمان شبكة البرتقال بتاعة العصير دي 4 كيلو ب90 جنيه، الكيلو كده هيبقى ب22 جنيه ونص. وجبت كمان الكنتالوب ده الكيلو ب29 جنيه، فدي كانت حوالي كيلو وربع ب36 جنيه. واشتريت كمان الحلاوة اللي بالزبيب دي الكيلو ب119، فدول حوالي 300 جرام كانوا ب35 جنيه.
واشتريت كمان اللحمة المفرومة دي لحمة مفرومة بلدي، بس انا كنت جبت الحاجات اليوم اللي قبلها فمعرفتش ان انا اصورها، كنت راجعة متأخر فصورتها تاني يوم فكانت اتجمدت. اللحمة المفرومة بتاعتهم دي حلوة جدا، انا دايما بشتريها من عندهم. الكيلو كان عليه عرض ب 339، الطبق ده كان حوالي 700 جرام ب 242. واشتريت كمان المنبار ده برضو حلو جدا، انا دايما بجيبه من عندهم ونضيف جدا وكمان بيستوي بسرعة. جبت الطبق ده ب 195، هو سعره غلي، كنت بشتريه الاول ب 170 او 175. وجبت كمان الستريبس ده بتاع توب فاليو، ده 900 جرام كان عليه عرض ب 225 بدل 265. انا مجرباه قبل كده وكان حلو جدا، قلت لكم عليه دايما بجيب النوع ده او نوع تاني اسمه ولعتين، النوعين دول حلوين جدا. وجبت كمان البانيه ده من توب فاليو، ده برضو كيلو، بس انا اول مره اجربه، ده كان عليه عرض ب 102 بدل 120، فهجربه وهقول لكم هيطلع معايا كويس ولا لا. ده كده شكله، وطبعا هو السعر بتاعه حلو جدا، فهشوف لسه الطعم بتاعه هيكون ايه، بس ان شاء الله يبقى كويس لاني مجربه كذا حاجه من توب فاليو، كل اللي جربتهم كانوا كويسين جدا. جبت كمان السمبوسه دي دايما بجيبها من عندهم، دي برضو توب فاليو. وفي حاجه برضو انا لسه واخده بالي منها دلوقتي، للاسف انا وقعت فيها، بس ده برضو كويس عشان اقول لكم عليها. هي المفروض ان هي كان مكتوب عليها ان هي عليها عرض ب 25 جنيه، فجيت دلوقتي اشوفها في الريسيت وانا بقول لكم على الاسعار فلقيتها مكتوب ان هي ب 40 جنيه، يعني هما كده شالوا العرض. فكويس ان ده حصل عشان يخليني بعد كده ان انا اتعلم اراجع الريسيت واشوف ايه الاسعار اللي موجوده فيه والعروض هل هي فعلا موجوده ولا لا. واشتريت كمان الجلاش ده جلاش من توب فاليو، برضو النوع ده حلو جدا، دايما بجيبه من هناك. لقيت الحمد لله العرض بتاعه موجود، ده كان ب 18 بدل 25. واشتريت كمان البامية دي بامية اكسترا من امريكانا، الكيس 400 جرام، ده ب 46. انا كنت بشتريها الاول ب 40 بس السعر بتاعها بقى اغلى، بس النوع ده حلو جدا والبامية بتاعته كمان صغيرة جدا. هي البامية دلوقتي موجودة في السوق، بس انا دايما لما باجي اشتريها بلاقيها بامية كبيرة وب 50 جنيه، فعلشان كده بجيب امريكانا دي بالذات في البامية بتكون حلوة جدا. جبت كمان الحبوب بالعسل دي من توب فاليو، الحبوب دي حلوة وسعرها كمان حلو، كان عليها عرض ب 33 بدل 43. لو في كده عندكم اطفال بيغلبوكم شوية في الاكل بيحبوا الحاجات دي، كانوا برضو من انواع التغيير، بتعملوها كده باللبن مع العسل او لبن بس، هما بيحبوا الحاجات دي، فاشتريت منها الثلاث علب دول. واشتريت كمان خل التفاح ده من تشويس، ده ربع كيلو كان ب 43. جبت كمان تركيبة الصابون دي من توب فاليو، دي بتعمل 5 لتر، كان عليها عرض ب40 بدل 50. عايزة اقول لكم ان التركيبة دي حلوة جدا، انا ما بشتريش غيرها، بتوفر معايا كتير جدا وبتقعد معايا كمان شهر واكتر من شهر، وكمان هي فيها جليسرين ما بتنشفش الايد، وسعرها طبعا اوفر من بره بكتير من اللي احنا هنجيبه جاهز، فجربوها هتعجبكم جدا. وفي برضو عند المحلات اللي بتبيع حاجات المنظفات في برضو اكياس تركيبة، انا كنت مجربة برضو نوع اسمه هاي لوكس كان برضو حلو، بس بتاع توب فاليو عجبني اكتر. فلو مش هتعرفوا تجيبوا بتاع توب فاليو لان هو مش موجود غير في هايبر، بس ممكن تجيبوا التركيبة التانية اللي قلتلكم عليها دي من بتوع المنظفات. واشتريت كمان مسحوق الغسيل الجل ده من توب فاليو، انا كنت جايباه برضو قبل كده بس اشتريته المرة دي باللافندر وكان حلو معايا، وطبعا سعره حلو جدا، ده كان 2 لتر ونص، كان عليه عرض ب 127 بدل من 160، فالعرض بتاعه كان حلو جدا وسعره كمان ارخص من الانواع التانية. وجبت كمان الحفاضات دي من بيبي جوي، كان عليها عرض ب 325 بدل 407، العرض ده كان موجود على المقاس رقم 3 و4 و5، فانا جبت المقاس رقم 4 و5، فانا جبت منه 3 قطع لان كمان كان فيه عرض عليه حلو جدا، ان انتوا لو خدتوا كل قطعة هتاخدوا عليها قسيمة مشتريات ب 50 جنيه، فانا كده كاني اشتريت القطعه ب 275، فطبعا العرض بتاعها ده حلو جدا ووفر لي كتير جدا. ودي كده مشتريات الشهر، ما تنسونيش بقى في اللايك الحلو كده من ايديكم الحلوه للفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامه.